مليت. انا فياك يا بالشوم الساعة 12:30. يا بالشوم بس. تفضلي. بس اقسم بالله العظيم بس في 8:30 احيانا 7:30 من يوم رايح اللي بفيق اول ثاني بدي فيق. قول والله. والله. طيب اوكي. المهم يا جماعة اليوم حاعملكم فواكه بالصينية. وهيك بنكون خلصنا. صحة وألف عافية. شوفوا كل مرة بعمل شاي لازم أعمل لسارة. شوفوا قد بتشرب سكر. طبقة كاملة ولسه بدها زيادة. عم بتفرج لو سمحت. اقسم بالله بحط الكلب هون بلف فوق. عم تعمل طبخ عم تحاول تقلدني. ماما عم سوي لسارة اليوم فطور. سجلوا عندكم. سويت لها فطور واحلى فطور في العالم. شو كعك وشاي؟ واثبتت لهم صورت لهم لا مش كعك وشاي. فواكه. ما خليني احكي مين عمل الفواكه. انا عملت هلا صورت ستوريز. هذا الكعك. صحة والف عافية. هاي سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اوكي سو اليوم بدي اعمل لكم طبخه كثير طيبه. هي دجاج وبطاطا بالفرن بس في صوص كثير طيب رح ينحط معه، رح يغير النكهه كلها تماما. اوكي فجهزت كل شيء لانه ما حبيت اجهزه وانا معكم كثير بياخذ وقت التجهيز. فقطعت 5 بطاطايات بهي الطريقه تكون طريه مو سميكه. اوكي وكلهم نفس السماكه. وتبلت الدجاج على جنب. تبلت الدجاج بس ناقص حط له بابريكا، فراح احط البابريكا هلا معكم. بس اول شيء راح البس جلوفز. راح احط لكم كل المكونات باخر السناب. وحاليا الفرن محطوط على 250 مشان على السريع. الاكله بتاخذ تقريبا ساعه. اوكي مع شي 10 دقائق بس تحمير الوش. هلا فرني بيفرق عن فرنكم. فرني لانه فان فبيفرق. اوكي تمام. انا هلا اجى البابريكا. المهم تبلت الدجاج زيت زيتون مع ملح مع خل، وحطيت له اونيون باودر جارليك باودر كل البهارات اللي عندي. يعني تبلوا الدجاج على الطريقه اللي انتم بتحبوها. اوكي وفي شغله ثانيه. اول شيء نظفت الدجاج طبعا بالخل والملح. في ناس بيسلقوها سلقه بس انا بس بالخل والملح. وقصيت الدجاج بهي الطريقه. اوكي مشان اقدر افتحها هيك. اوكي هلا رح اترك الدجاج بالتتبيله ورح تبل البطاطا. بس رح اوكي سو هي الصينيه اللي رح اعمل فيها في شويه بابريكا. الصينيه اللي رح احط فيها الدجاج والبطاطا وكل شيء. بس بدي احط زبده على الصينيه كلها وكتروا بهي الطريقه ببلش يذوب. فراح احطها حوالي كل الصينيه هيك على الجوانب حتى لانه ماما قالت لي البطاطا بتحب الزبده. هاي حبيبي. هاي. بحاول اخلص الطبخه قبل ما يجي بس انا لسه ما بلشت. نعيمه يا عليكي. شو الاحلاق الحلوه. شايف فرم. ايه جاتك 10 سنين عمرك صح؟ تعال فرجيهم. لا بس تحمم هذيك المنظر لسه ما عمل شيء. ايه تعال تطبخ لنا. الاكله اللي بتحبها انت. تعال احكي لهم عن الاكله. تعال تمسح الصينيه بالزبده. ايه اوكي بكفي. احكي لهم عن الاكله. هاي اطيب اكله. اطيب دجاج بالصينيه. صح؟ والله. لا الفكره عملت كثير طيبه. هلا اللي رح اعمله انه نحط شويه بابريكا على البطاطا وبعدين وزعها على الصينيه. اوكي سو هي الاكله كثير بتحب البابريكا. يعني تبلنا الدجاج بالبابريكا وهلا البطاطا بالبابريكا كمان. يعني وانا اصلا بحب البابريكا مع كل شيء. اوكي هلا رح انت حتصير تعوي. مكس. ولا عوف. يلا عندنا كلب ما بيعوي.
اوكي. عارف في ناس عم تقول حطوا فيديوهات لكلاب عم بتعوي على التلفزيون مشان هو يتعلم. هذا صار ينور. او تعال نحط له القطاط عم بتنوي بصير بينوي قاعد. يا خوفي تفضل. أوكي. زياد ستوب. بالعو. حرام الكل ما عاد عرف شو اسمه، مرة بينادوه زياد، مرة بينادوه ابصر مين، كل مرة اسمه، كل ما يجتمعوا الشباب ببلشوا يتمقلسوا على بعض ويسموا الكلب على اسم مين. اوكي هلا رح وزع البطاطا. اوكي وزعت البطاطا بهي الشكل، بشكل متواسي. اوكي متواسي متساوي. متساوي متواسي. متواسي يعني عم بتواسيه، يعني تقولي لا تزعل حبيب بطاطا. غلط متساوي، بعرف انه اسمه متساوي بس خلص هيك زلق لساني. هلا قطعت البصل لا بهي الطريقة. بيب دايما لا بحط والله بصل. والله دايما بحط بصل، بعدين هي بتدوب، فهمت يعني عادي ما تطلع لك. لك مش مهم تطلع لي، بس- معدتي بتوجعني. غيس دايما بحط بصل، ما بيمشي الحال بدون بصل. ما بيمشي. شرفك ما تحطي والله. ليكي قدم قطع اوكي بصل. اوكي ما راح احطهم كلهم، خلص ما راح احطهم كلهم، استغفر الله، حط شوي بس يعني والله كمان. بشرفك لا والله والله كثير. خلص والله عن جد. خلص اوكي ما راح. بس يا جماعة بدكم تحطوا انتم تقريبا بصلتين كبار، اوكي؟ لانه النكهة كلها بالبصل. فلفلة مسموح؟ ايه يا ريتك ما اجيت. فلفلة ملونة ما رح كتر منها، هي اللي اصلا ما كترت منها. كتري الفليفل الملون، كترتي لي بصل. اوكي. هيك تمام، هيك وزعنا كل شيء و شو؟ ولا شيء. حط الدجاج. اوكي راح اخذ الدجاج المتبل واحطه بهي الطريقة. اوكي دجاجة كاملة فيكم تعملوا انه فخاد بس او فخد هذا ولا شو؟ فخد. اوكي والصوص اللي تبلت فيه الدجاج رح ارجع احطه فوق الدجاج. تمام؟ اوكي هلا صار وقت الصوص. طبعا انسوا خلص انسوا. نجيب زبدية، بدنا معجون طماطم، فلفل اسود، كمون، ملح، بقدونس مقطع بس شوي، زيت زيتون. هاي كمون للناس اللي ما سمعت. كمون قلت كمون. خلطت. اوكي وثوم. ما راقبك؟ اوكي. لو سمحت ما تراقبني، يعني اكل بدون بصل وثوم كيف ما عم بفهم. والله حلو. اوكي ما تطلع. هاي مي سخنة كمان مغلية. فهلا اللي رح نعمله هو رح احط تقريبا 3 معالق 3 معالق من المعجون او معلقتين. لا خليه 3 معلقتين ونص. اوكي رح احط 3 معالق كبار زيت زيتون. هي 1 2 3. اوكي رح احط الثوم، رح احط بلاك بيبر، الكمون ححط شوي منيح وي. اوكي وشوية ملح لاني انا بملح الاكل كتير فبس شوي. يلا اوكي وراح احط البقدونس هيك. ثواني، بعد ما حركتهم رح ضيف عليه المي السخنة. اوكي تقريبا 1 كوب 1 كوب انا هاف كوب ونص. اوكي
هلا رح حركهم كلهم ليدوب معي لب البندوره. اوكي. ريحتها شو حلوه، ريحتها عن جد كثير طيبه. اوكي تمام، حركتها لداب المكس تمكس كل شيء مع بعضه. هلا رح نحطها كلها فوق الاكله. اوكي، هي اللي رح تعطي النكهه الطيبه. ما ننسى لسه بدها تحريك كمان، خلينا نحركهم مع بعض. اوكي، هحط شوية مي بس لأنه في لب البندورة اللي لسه ما داب. أحرك كل شيء. اوكي، وارجع سقطهم على الأكلة كلها. وما ننسى كمان الدجاج. وهي هي الأكلة. هلا رح نغطيه كله بالسلوفان ورح ندخله على الفرن لتقريبا 45 دقيقة لمدة ساعة حسب استوى الدجاج. بعدين رح نفتح السلوفان ونخلي الدجاج يتأمر من فوق. اوكي، الأكلة صارت بالفرن، غطيتها كتير منيح بالسلوفان وتأكدت مشان ما يطلع أي بخار مشان ينطبخ الدجاج تماما. بعدين بنشيله. لا، هو مو قصة انه ما بحب البصل، بالعكس، بس لانه عنده قولون عصبي او IBS فهو ممنوع عن اكلات كثيرة ومنهم البصل والثوم لانه بيوجعوا له معدته. فهو كل ما يشوفني عم حط بصل وثوم بيولول لانه بيعرف رح توجعه معدته. بس الاكل بدون بصل وثوم ما بيمشي الحال.